أحداث الفترة دي بتجري بسرعة قوي، كل يوم حاكم وأعداء من كل اتجاه ومؤامرات وخيانة، حاجة موترة جدا. ده حقيقي يا كنوز، والفترة اللي جاية أصعب. مصر والعالم كله بيواجه عدو شرس، والقضاء عليه أصعب ما يكون. وده اللي مخوفني، لو فضولي وجميلة قدروا يغيروا حاجة في أحداث الفترة دي هتبقى كارثة. وهتعمل إيه يا يحيى؟ لازم أعرف فضولي وجميلة فين. الناس دي شكلها ما بتهزرش. انا عاوز امشي بقى. وانا كمان، انا مش عاوز فلوس، انا عاوز اروح لامي. ياما سرحان في مصر القديمة وحسن عند التتار. كفاية والولد. ها يا بروف، ايه اخبارك يا عقل يا مدبر؟ هنعمل ايه؟ يوه انت عرفت ازاي انهم هيقتلوا الرسل؟ وايه تاني تعرفيه مخبياه؟ فكوها وهاتوها لي. واحنا يا اخ، يا جميلة يا بروف، ما تسيبيناش. اهو ده اللي انا كنت خايف منه. انا مش قلت لكم الست دي كهينكو؟ دي هتلعب لمصلحتها، هتظبط نفسها وتخلع لوحدها وهتسيبنا لهم يشوونا ويأكلونا للكلاب. انا بخاف من الكلاب يا ولاد. يانا يما، يما. اول مرة حد يتجرأ ويقتل رسل التتار، كان صعب عليا اصدق كلامك. ايه اللي تعرفيه تاني ومخبياه؟ مش بالسهولة دي. أنا بإشارة واحدة أقدر أنهي حياتك أنتي وكل اللي معاكي، وساعتها أنت اللي هتخسر وهتضيع فرصة كبيرة للانتصار. الانتصار محسوم. ما ظنش. القائد الأعظم هولاكو عنده حرب كبيرة قوي في الشمال، ومحتاج القادة والجنود الأقوياء اللي في جيشك عشان يحاربوا معاه، وجيشك هيبقى مش جاهز خالص لما قطز يهجم عليك. القائد العظيم كتبغى، رسالة من مولاي الخان المعظم هولاكو. أمرك يا سيدي. بعد السلام على القائد الهمام صانع الانتصارات ومدمر الحضارات كتبغى، بما أن قواتك قد استقرت جنوب سوريا ولا زال أمامك الوقت للتحرك والهجوم على مصر، فإني أطلب منك إرسال أمهر القادة وأقوى الجنود لينضموا لجنودي في بلاد فارس للتحرك معي إلى الشمال حتى ننتهي من الحروب، ثم يعودوا إليك لينضموا للجيش في حربك على مصر. تحياتي، الخان الأعظم هولاكو. مستحيل. انت عرفت ازاي؟ وعندي كتير اقولهولك، بس نتفق. انا اقدر اخليك تدخل مصر بمنتهى السهولة وتقضي على جيشها بدون اي تعب، لكن بشرط. عاوزة ايه؟ اكون انا حاكمة على الفسطاط. الفسطاط؟